دايما بنلاقي وظائف طالبين فيها ديفلوبر يكون عارف الدراي برنسبل. طب يعني ايه اصلا دراي برنسبل؟ يعني don't repeat yourself، يعني ما تكررش نفسك. يعني ايه ما تكررش نفسي؟ دايما بنواجه مشكله مع بعض في الشغل كديفلوبر، ان احنا مش عارفين نشتغل مع بعض في تيم عشان طريقه كتابتنا للكود مختلفه. طب نحل المشكله دي ازاي؟ عايز اطور نفسي في فهم اي باك اند فريم ورك زي لارافيل او سيمفوني او اي حاجه تانية. عشان احل كل المشاكل دي لازم اتعلم الاو او بي. الاو او بي اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، هو اللي هيساعدني احل كل المشاكل دي. هو اللي هيساعدني ان انا اوحد طريقه كتابتي عشان اعرف اشتغل مع التيم، وهتعلمني ازاي اطور نفسي في فهم الباك اند فريم ورك لارافيل او سيمفوني او اي حاجه تانية. وكمان هتعلم اكتب الكود بتاعي مره واحده من غير ما اكون مكرر الكود بتاعي. انت محتاج ايه عشان تتعلم الاو او بي؟ كل اللي انت محتاجه انك تبقى عارف اساسيات البي اتش بي. طب لو انت عايز تتعلم الاو او بي عشان تطورك في اي لغه تانية، مفيش مشكله خالص، تقدر تبقى معانا في الكورس عشان هنتكلم عن الاو او بي بشكل عام. ومش بس كده، احنا بعد ما نتكلم عن الاو او بي بشكل عام يبقى عندنا بروجكت نطبق عليه اللي احنا اتعلمناه، وهيبقى عباره عن ازاي اعمل اد وابديت لليوزر في الداتابيز. انت مش محتاج جهاز امكانياته عاليه عشان تبقى معانا في الكورس. كل اللي انت محتاجه بس انك تكون مركز معانا كويس قوي عشان تقدر تحقق اكبر استفاده من الكورس. عشان واحنا في الكورس هنقول لك ايه اهم الاسئله بتاعت الانترفيو اللي بتتسال في الاو او بي. معاكم بيير عماد، محاضر فول ستاك في امت اكتر من 3 سنين، وفول ستاك ديفلوبر اكتر من 4 سنين. هبقى معاكم في كورس الاو او بي، وهبقى معاكم على جروب الواتساب عشان لو عندك اي مشكله اقدر احلها معاك. طب لو المشكله كبيره هنحدد مع بعض زوم ميتنج وادخل معاك الميتنج عشان نحل المشكله مع بعض ريل تايم. امت ليرنينج 10 سنين ولسه مكملين.